ازيكم عاملين ايه؟ جه معانا النهارده دور على رقم 4 في الاساس اللي هنحطه معانا في شنطة الرحلة. احنا من البداية خالص اتكلمنا عن الدعاء وازاي ابص للدعاء وادعي ربنا وانا مسلم ازاي. دعيت ربنا وتوكلت عليه واخدت بالاسباب، وده كان تاني اساس. وبعد كده بصيت على رزقي بنظرة مختلفة تماما، واستوعبت ان رزقي هو ده ولازم ارضى بيه. والرضا علشان خاطر هو مهم جدا، حطيته اساس رقم 4 نحطه معانا في الشنطة بتاعتنا اللي احنا هنمشي بيها. لازم ترضى بكل حاجة ربنا كتبها لك. طيب هقول لكم قصة الاول. في طفل قاعد تحت الدكتور السنان، الدكتور السنان عمال زز وكل حاجة، والطفل عمال يصرخ ويعيط ويضرب ايد الدكتور. اي حد هيبص الدكتور ده بيقتله بيبهدله، وفي الحقيقة هو الدكتور ده عايزه يبقى مرتاح واسنانه تبقى خفت وانه يبقى اهدى. ولله المثل الاعلى طبعا. انت متبقاش عارف ايه اللي بيحصل فيك، كمية خبطات وكمية ضربات. انت ما تعرفش ان ربنا بيربيك وعايزك تبقى فيرجن مختلفة، عايزك تبقى فيرجن جديدة. بص للموضوع بكده، بص للمرض انه الحمد لله يا ربي يمكن المرض ده شال عني شر كتير قوي كان هيجي. بص للفلوس القليلة اللي جات لك الفترة دي، الحمد لله يا ربي شال عني سؤال عملت ايه بفلوسك مثلا، اداني وقت اكبر مثلا اعمل بيه حاجة. دايما بص لكل حاجة بتحصل ان في جانب ايجابي ربنا عايزه منك. حكم ربنا كبيرة، وممكن تموت اصلا وانت ما شفتش حكمة ربنا من الحاجة اللي موجودة دي. واعرف في الاخر ان ربنا قال في الحديث القدسي: انت تريد وانا اريد، فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد. لكن لو انت ما سلمتش في اللي ربنا عايزه هيتعبك، وفي الاخر خالص مش هيحصل الا اللي ربنا رايده. فانت لازم ترضى وتسلم تسليم تام. انت بتعمل اللي عليك وبتاخد بالاسباب، واعرف ان الحاجة دي اللي جاتلك دي هي الخير ليك في الوقت ده، هو ده احسن حاجة. فارضى وحط الرضا في الشنطة بتاعتك.